نعم، باب العزيزية اتخذ القرار فجر هذا اليوم أن الثوار يقتحمون باب العزيزية، خصوصا بعد وصول ثوار الجبل الغربي ووصول ثوار مدينة مصراتة إلى وسط العاصمة طرابلس. توجه ثوار الجبل الغربي دخلوا من جهة المطار باتجاه باب العزيزية، وثوار مصراتة وثوار مدينة طرابلس من جهة سوق الثلاثاء. الآن هناك الاشتباكات على بعد 500 متر عن منطقة باب العزيزية، والاشتباكات أريد أن أقول أن النيران الكثيفة تنطلق من ناحية الثوار. من ناحية باب العزيزية هناك قناصة يطلقون النار باتجاه الثوار، والثوار الآن يحيطون بمنطقة باب العزيزية. عدد الثوار كبير جدا، مئات السيارة محملة بالآلاف من الثوار من مختلف المناطق الليبية، من طرابلس، من مصراتة، من الجبل الغربي، من الزاوية. الآن يتقدمون باتجاه منطقة باب العزيزية، وكما قلت هم لم يبدأوا عملية الاقتحام بعد، هم يحيطون الآن بمنطقة باب العزيزية. يعني عبد العظيم لم تبدأ بعد. هل فعلا هم يضربون طوقا حول هذه القاعدة؟ لأن ضيفنا منذ قليل قال من المستحيل أن يطوق مجمع باب العزيزية لأن المسافة شاسعة وكبيرة، يمكن 6 كيلومتر. صحيح، نعم. هم يتقدمون كما قلت من جهتين باتجاه باب العزيزية، ثوار طرابلس ولواء طرابلس وثوار مدينة طرابلس تقدموا من جهة سوق الثلاثاء، وثوار الجبل الغربي ثوار الزنيتان بقية ثوار الجبل الغربي تقدموا من جهة طريق المطار باتجاه باب العزيزية. المهم أن منطقة سوق الثلاثاء هي الأهم، باعتبار أنها هي التي تتصل بمنطقة باب العزيزية من جهة الوسط، من جهة الساحة الخضراء وميدان الشهداء، وبالتالي هم من محورين الآن يطبقون على باب العزيزية ويريدون اقتحام باب العزيزية. وكما قلت عملية الاقتحام لم تبدأ بعد، وربما تأخذ القليل من الوقت عملية الاقتحام، لكن عملية الحصار الآن بدأت، وعملية ليس كل القوات وصلت، لا زالت أرتال من الثوار لا زالوا يقفون عند الساحة الخضراء ينتظرون الإذن للتقدم أكثر. لا زال على ناحية الساحل أيضا مجموعة من الثوار، أرتال من الثوار لا زالت تنتظر الإذن بالتقدم للوصول إلى منطقة باب العزيزية. الأكيد أن عملية الاقتحام ستكون اليوم، لكن متى ستبدأ عملية الاقتحام ربما هذا سنتابعه خلال الساعات القادمة، وربما يكون هناك تدخل لطائرات النيتو، لأن الثوار يبدو لي أنهم لم يتحركوا حتى اللحظة باتجاه باب العزيزية بانتظار يا إما استكمال قواتهم أو تدخل خارجي، أو أنهم ينتظرون بقية الأرتال والأسلحة الثقيلة أن تصل إلى محيط منطقة. ما نوعية الأسلحة التي بحوزة الثوار؟ يعني هل هناك آليات ثقيلة؟ هل هناك أسلحة ثقيلة عبد العظيم؟ نعم، ربما الأسلحة الثقيلة هي مع ثوار الجبل الغربي الذين دخلوا من منطقة طريق المطار ووصلوا من طريق الجنوب، والذين كانوا خلال اليومين الماضيين قد تقدموا من ناحية الجنوب وينشطون المنطقة الجنوبية لمدينة طرابلس، المنطقة الجنوبية التي تحسب عليها منطقة باب العزيزية، وبالتالي هم ربما تكون من هناك الأسلحة الثقيلة. أما من هذه الناحية في المضادات الأرضية المنطقة هناك بعض الأسلحة الثقيلة مثل الصواريخ، قاذفات الصواريخ، وهناك الراجمات الصغيرة أيضا موجودة، وهناك المدافع الصغيرة أيضا موجودة. الكم الأغلب من الأسلحة هي المنطقة، المضادات الطائرات التي يتسلح بها الثوار، بالإضافة إلى الأسلحة الخفيفة، والمئات إذا لم نقل الآلاف من الثوار المسلحين بالأسلحة الرشاشة الآن يقفون إما على تخوم باب العزيزية وبانتظار التوجه إلى بوابات باب العزيزية. كما قلت هناك أرتال كبيرة جدا جدا، آلاف من الثوار، مئات من السيارات لا زالت لم تصل إلى منطقة باب العزيزية، لا زالت إما في الساحة الخضراء وإما على المنطقة الساحلية. مجاميع من الثوار تنتظر الإذن
بالتوجه وإيجاد مكان من جهة باب العزيزية. عبد الله عظيم، هل يفترض أن يحسم الثوار لوحدهم هذه المعركة، أم أن هناك تنسيقا قد يكون موجود بينهم وبين الناتو وطائرات الناتو التي قد تتدخل في هذه المعركة وتقصف من الجو؟ بالتأكيد هناك تنسيق، التنسيق موجود، ومن خلال الأيام الماضية كان الثوار يعني لا يتحركون خوفا من أن يحصل هناك تداخل، وبالتالي تتدخل طائرات الناتو وتقصف في المنطقة التي يتواجد فيها الثوار. لكن حتى هذه اللحظة لا نعلم لماذا الثوار، هل هم بانتظار أن تتكمل صفوفهم ويتجمعوا في محيط الساحة في محيط باب العزيزية، أم أنهم ينتظرون التنسيق مع الناتو وطائرات الناتو؟ باب العزيزية المعلومات تقول أنها محصنة، يعني تحتاج إلى قوة كبيرة، تحتاج إلى مدفعية ثقيلة، تحتاج إلى قوة ثقيلة للتدخل لاقتحام باب العزيزية. لا أدري هل تتدخل طائرات الناتو أم أن الثوار باستطاعتهم الدخول إلى باب العزيزية، خصوصا أن كثير منهم يعتقد أن الدفاعات متهاوية في باب العزيزية، وأنهم لا كتائب القذافي والمتواجدون في منطقة باب العزيزية ليس لديهم الكثير من الأسلحة، والأسلحة التي لديهم ربما نفذت، الوقود نفذ، منطقة محاصرة، منطقة لا ندري إن كانوا يخبرون شيء، لكن المؤشرات التي لدى الثوار تقول أن المنطقة ضعيفة ودفاعاتها ضعيفة، سوى الأسوار الخارجية الموجودة التي تقفل المنطقة وتجعل من المنطقة منطقة غامضة عن إمكانياتها العسكرية وإمكانياتها القتالية.